انتوا جيتوا المستشفى لقيتوا عدد كبير من الناس موجودين؟ طبعا الاعداد موجوده كتير، والاكتر خلى الاعداد دي ترجع تاني بعد ما سمعوا ان في حاله توفت، تمام، فاضطرت الناس ترجع تاني للمستشفى خوفا برضه لا يحصل لهم تدهورات في الحاله بتاعتهم. طيب هل اول مره تشتروا من المطعم ده؟ لا، اشترينا من المطعم ده اكتر من مره، ومن قبل ما يعني من المطعم القديم نفسه بتاعه، تمام. الناس دي معروفه من زمان، فاحنا مستغربين اللي حصل لحد الان يعني. اللي حصل انت حاسس في حاجه غريبه؟ طبعا مش متوقعين طبعا الناس دي معروفه اصلا، يعني معروفين من زمان، يعني هم مش بقالهم سنه ولا 2 ولا 3 ولا 10، الناس دي بقالهم سنين ومعروفين في المنيا. الموضوع بالنسبه لنا احنا غريب، يعني احنا بنتعامل مع الناس دي من زمان، من قبل ما المطعم ده يتفتح. المطعم ده مفتوح بقاله شهر ونص مثلا. الدكاتره قالوا ايه طب؟ ما فيش لحد الان دلوقتي ما فيش اي معلومه تديها لك. يعني انا اختي دلوقتي الحاله بتاعتها عماله بتتدهور اكتر واكتر، هي وبنتها بس. يعني حتى الان يعني الحاله اللي هم وصفوا بها ايه؟ قالوا ايه؟ هو تسمم لكن ما فيش. هم النهارده سحبوا منهم عينات براز عشان يعملوا مزرعه براز عشان يقدروا يحددوا نوع التسمم.